كل سنة وانتم طيبين، رمضان هيهل علينا بالخير. يلا مع بعض نعمل الجبنة القريش بتاعة السحور في البيت. تمام، سخنت طاجن حلو قوي، ومعايا هنا انا جايبه 2 كيلو لبن بقري و2 كيلو لبن جاموسي. تمام يا حلوين، هنفضيهم في الطواجن ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا انا هفضي اللبن، بسم الله الرحمن الرحيم. لبن سايب خالص من عند اللبان. لو عندك فلاحه طبعا مضمونه انت بتجيبي منها يبقى احسن وانضف. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب اصفي اللبن تجنبا لاي حاجه تبقى موجوده فيه. هحط هنا كيلو لبن بقري على كيلو لبن جاموسي. انا هعمل الجبنه من غير ولا منفعه ولا اي حاجه. هنشوف مع بعض الخطوات. الموضوع عايز صبر، بس في الاخر النتيجه تهبل. زي ما عملت في اول طاجن هعمل في تاني طاجن بالظبط. ابتدي ان انا اصفي اللبن برضو. انا بعمل ليه في طواجن عشان اعرف اسخنها، ان انا اسخن الطاجن حلو قوي. مش هتعملي خطوه التسخين دي، هاتي اللبن بتاعك في حله عندك، حله بقى تكفي الكميه طبعا اللي انت هتعمليها، وحطيه على النار 3 دقايق بالظبط، ان هو يوصل لدرجه ان ايه، يبقى زي الدمعه كده بتاعه العين او زي الرضعه بتاعه البيبي. وادي تاني كيلو لبن. يبقى انا عامله لبن بقري على جاموسي، حابه تعملي جاموسي بس تمام، حابه تعملي بقري بس تمام، اللي انت عايزاه. انا هنا هخلي شويه اللبن دول، هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه فيهم. بصوا بقى، شويه اللبن اللي فضلوا دول فضيتهم في مج. هعمل ايه، هجيب علبه زبادي واحطها عليه. هنا فضيت علبه الزبادي بقى، هدوبها حلو قوي في شويه اللبن دول، واحط نصها على الطاجن ده ونصها على الطاجن ده. ما تستغربوش من حركه الزبادي ده، ده اللي بيدي البكتيريا للبن، بيخليها تعمل معاكي وش قشطه. اللهم بارك. هنشوف مع بعض القشطه اللي هنطلعها، هنشوف الجبنه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي. مش عايزه خطوه الزبادي دي، تقدري تقطعي لبن على طول بليمون، بليمون او بشويه خل، بس في الحاله دي مش هيديكي القشطه نفس اللي احنا هنعملها. بصوا هنا بعد ما قلبت خلاص الزبادي عملت خلص مع اللبن، هحط نص المج هنا ونصه هنا، وهبتدي بالمضرب كده ايه ان انا اقلبه عشان الزبادي تختلط باللبن كله اللي احنا عملناه، والتاني نفس الحكايه. هنا بصوا بقى، جبت فوطه حطيتها كده على الصينيه او على الصاج اللي انت هتشيلي فيه اللبن. اهم حاجه ان انت تبقي ضامنه ان هو ما يتحركش. حطيتها وهغلف كل طاجن بورق ألمونيوم لازم. حطيت الطواجن بالورق الفويل. همسك بقى اي قماشه عندك، صوف، فوطه، اي حاجه تقيله. انا هنا ما دقتش قوي لان انا كده كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللبن ختم، القشطه اهي اهي، شايفين القشطه تحت ده. ما تشيليش اللبن الا لما تتاكدي ان هو ختم. يعني ايه ختم؟ ثانيه واحده. بصي، تعملي كده بالمعلقه، تلاقي تحت جبن بقى زي الجبنه كده، مش ميه. طول ما هو سائل يفضل زي ما هو. بصوا اهو الطاجن التاني برضو، تتاكدي. انا مقربه لكم الصوره قوي عشان تشوفوا. بصوا جبن. طيب هينفع نشتغل على كده؟ لا، انا بحطه بقى في التلاجة 24 ساعه تاني عشان اعرف اشيل منه القشطه. يعني انا ده كده هاخده هحطه في التلاجة 24 ساعه ونرجع نشوف مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله. هنا بقى بعد ما سيبنا البرامات 24 ساعه في التلاجة، بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. هنشوف مع بعض دلوقتي احنا هناخد قشطه قد ايه. طيب ادي الميزان بتاعنا، جبنا الميزان بتاعنا عشان نوزن القشطه. ادي الميزان بتاعنا حطيناه كده. بصوا هي العلبه وزن قد كده. انا بصفر تاني من هنا، الزرار ده اللي بيصفر معايا الميزان. تمام، هنوزن بقى احنا مطلعين قشطه قد ايه. بصي بعد ما بتحطي اللبن في التلاجة او الطواجن بتاعتك في التلاجة، بتعرفي تشيليها بكل سهوله، غير لما تاخدي القشطه من على وشه وهو بعد ما بتطلعي على طول من المكان الدافي اللي انت حاطه فيها. فاهميني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا عايزه الجبنه بالقشطه، عايزه الجبنه بخيرها زي ما بيقولوا، سيب القشطه ما تشيلهاش. بس انا باخد القشطه عشان انا هسيحها وهعمل منها بامر الله، بامر الله هعمل منها زبده. هي برضو بصوا الخير، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر.
ادي القشطه بتاعتنا بالظبط، عامله معايا 400 جرام، ويعني 400 جرام بالظبط، 410 اهي، 410. طبعا انا غاسله ايديا ومنضفاها كويس جدا، الشغل في اللبن يا جماعه حساس، فلازم النظافه. انا صفرت العلبه معاكم زي ما انتم شفتوا. دي القشطه دي باخدها احطها في الفريزر شويه تجمد، وابتدي ان انا اقطع. بصوا باين معاكم ولا مش باين؟ اهو 400 جرام، 425 يعني، قولي 400 جرام. صفى معانا ال 5 كيلو لبن، 4 كيلو لبن، عشان انا جبت 5 اخدت كيلو عملت بيه زبادي. 4 كيلو لبن صفوا معانا 400 جرام قشطه، باخدها احطها في الفريزر تجمد شويه، وابتدي ان انا انزل بيها على النار اسيح. خلصنا القشطه، انا بقى هنا هبتدي ان انا اصب الجبنه. جبت صينيه حطيت فيها دي بس عشان ترفع لي المصفى اللي انا هنزل فيها. ما عندكيش حصيره بتاعت الجبنه، اعملي زي ما انا بعمل كده. تمام، انا متعوده بعملها كده. كل اللي هجيبه بقى شاشه، اي طرحه قديمه عندك مش بتستخدميها، انا مخليها الحاجات دي للجبنه. اي شاشه عندك، اي حاجه قديمه نضيفه، اهم حاجه تكون نضيفه غسلها وعارفه ان دي انت بتستخدميها للجبنه مش هتستخدميها في حاجه تانية. وببتدي اصب فيها كده الجبنه بتاعتي. بصوا يعني انا مش قادره اهو، انتوا شايفين يعني. اللهم بارك، هي بتتكلم عن نفسها. ببتدي بس اسرع كده ان هي تطلع الميه بتاعتها، ان انت تفرفتيها كده من بعضها. هحط التانية برضو نفس النظام. بسم الله. شايفين هي ما شاء الله. عايزه بقى زبادي، توكلي على الله وكليها على كده، احلى وانضف يعني بصوا احلى زبادي تاكليها في حياتك. احنا ولا حطينا منفعه ولا حطينا اي حاجه من الحاجات دي، للناس اللي ما عندهاش. ما هو في ناس ما عندهاش منفعه، في ناس مش هتقدر تجيب منفعه، مش هتعرف تجيب منفعه. انا بعملها بالطريقه دي. نرجع بقى للحاجات القديمه بتاعتنا كده بتاعت زمان، حاجه طبيعي كده تتعامل منها فيها. تمام. وهبتدي ان انا اغطي عليها. هحط هنا بس معلقتين من الملح عشان تبتدي تطرد الميه بتاعتها معايا بسرعه. وهقلبه كده في قلب الجبنه، وهسيبها تنزل ميتها كل ساعتين كده. بصي عليها، لو اهم حاجه الميه ما توصلش لقعر المصفى من تحت، فاهميني؟ عشان كده انا رافعه المصفى من تحت بحاجه، الطبق اللي انا حطيته. هقلب بس الملح فيها كده. بصوا عايزين تاكلوها على كده، احلى احلى وانضف واطعم زبادي هتاكليها في حياتك. لو انت هتاكليها زبادي، مش تاكليها زبادي بقى كملي معايا. يعني احنا لحد هنا كده ده عمل الزبادي، بس دي الطريقه بقى اللي على اصل، يعني الطريقه اللي على ابوها بقى، طريقه الزبادي دي. هغطيها كده وهسيبها براحه راحتها تبتدي تنزل الشرش بتاعها، ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا هنا بقى بعد ما سبت الجبنه شويه، بصوا نزلت الميه بتاعتها. انا ده هتقل بيه. هرجع بقى تاني هنا الجبنه بتاعتنا تاني. نسيت احط الطبق من تحت. وهاتي بقى اي غطا عندك اصغر من المصفى اللي انت حاطه فيها، حطي كده، عشان احنا بقى ايه عايزين نبتدي نعمل تقل. وهتقل كده، هفضي الشرش ده اتقل بيه. وهغطيه وهسيبها تاني كده لحد ما تنزل كل الميه بتاعتها. دلوقتي بقى بعد ما عدى معانا 24 ساعه، جت اللحظه الحاسمه. هنشوف طلعنا جبنه قد ايه، خلصنا الجبنه بتاعتنا. بصوا هنا بعد ما شلنا التقل من عليها، بصوا بصوا الجبنه بتاعتنا بقت عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت ميتها كلها. ماشي. انا بس عايزه اوزن معاكم الجبنه عشان تعرفوا احنا عملنا جبنه قد ايه. احنا شفنا القشطه، طلعنا عاملين 400 جرام قشطه. تمام اهو. اهي الصينيه يا جماعه. بصفر من هنا عشان في ناس كتير بتشكك في موضوع الميزان ده. اديني صفرت الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعي يا بنت الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كيلو جبنه، شايفينها؟ كيلو 63 بالظبط جبنه.
تمام. اهو بقيت الشرش ده اللي طلعناه مع بعض انا غليته وسبته يبرد عشان هبتدي ان انا احفظ فيه الجبنه بتاعتي. بصوا ادي كده، دي كده جبنه قريش. مش لازم نعمل الشكل الاسطواني بتاعها، طالما ما عندكيش حصيره اشتغلي على قد الامكانيات اللي عندك. ودلوقتي هنشوف مع بعض الجبنه من جوه شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. جبنه قريش دي ولا مش جبنه قريش؟ دي جبنه، احلى حته جبنه قريش ممكن تاكليها في حياتك. هنبتدي بقى نجيب العلبه بتاعتنا. انا طبعا دي مش هغلفها او حاجه، لان انا هاكل منها انا هاكل منها. انا بحب من محبين الجبنه القريش اصلا، ما بالك بقى لما تبقى حته جبنه قريش معموله في البيت بنظافه وانت عارفه انت بتاكلي ايه، هتبقى عامله ازاي. ماشي. فادي الجبنه القريش بتاعتنا دي كده. الشرش ده انا غليته، هبتدي ان انا احط منه هنا وهحفظ فيه الجبنه بتاعتي. ادي الجبنه القريش بتاعتنا، غليت الشرش وسبته يبرد تمام عشان ما فيش حد يقول لي ايه. ادي الجبنه القريش بتاعتنا. طيب الجبنه بتاعتنا طلعت. ناس ما بتاكلش الجبنه القريش، شويه زيتون اي نكهه بقى انت تحبيها، شويه حلوين كده من الزيتون في قلب الخلاط. شويه من شرش اللبن اللي احنا غاليينه وسيبناه يبرد، مش كتير ها. وهاتي يا ستي حتتين جبنه من بتوعنا اللي احنا عملناهم واضربي في الخلاط. ضربت الجبنه مع الزيتون في الخلاط، مش قادره اقول لكم على الجمال والحلاوه والطعم عامله ازاي. يبقى احنا ست البنات ب4 كيلو من اللبن عملنا جبنه قريش، هنشيلها ونحفظها معانا. هتاكليها على طول، احفظيها كده زي ما هي، مش هتتاكل على طول. في اكياس كده بتدي لف الكيس، كل قطعه في كيس وحطيها برده في قلب الشرش بتاعها. عملنا الجبنه القريش، عملنا الجبنه بالزيتون. يعني هما بيقولوا مزارع دينا طبيعي، يعني تخيلي بقى ان دي طبيعي اكتر من الطبيعي، حاجه انت اللي عاملاها في البيت بتاعك ضامنه وعارفه انت عامله ايه. بصوا الجبنه اللي بالزيتون خطيره. ومعانا الشرش اللي هنستخدمه في المعجنات بتاعتنا، ده هحطه في كيس، هحطه في الفريزر، كل ما بحتاج منه بطلع منه. وده الشرش اللي غليناه وحطينا منه شويه هنا في الجبنه عشان نحفظها. بصوا القوام بتاع الجبنه عامل ازاي، يعني انا مش هتكلم. شايفين حته الجبنه عامله ازاي؟ اللهم بارك. بجد اللي ما جربش الطريقه دي خسران، من غير لا منفعه، من غير حصيره، من غير اي تكاليف زياده عليكي. 4 كيلو لبن عملوا معانا 400 جرام قشطه، كيلو وشويه من الجبنه، عملوا معانا شرش هنستخدمه في المعجنات. مفيش احلى ولا انضف من كده حاجه. انت عارفه انت جايبه ايه في بيتك، عامله ايه بايديكي في بيتك، حاجه اللهم بارك. والطعم ولا احلى من كده، فعلا الطعم ولا احلى من كده. املي بيتك بالخير، دخل علينا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. املي بيتك بالخير. معانا الجبنه القريش، معانا الجبنه اللي بالزيتون، معانا الشرش بتاع اللبن اللي هنستخدمه بعد كده. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله. تعالوا مع بعض بقى نجرب عملي كده. دي الجبنه هنا، يعني انا كنت عاملاها قبل رمضان وابتديت ان انا احضر منها في ليله السحور بتاعه رمضان. بصوا الجبنه متماسكه، ما اتفرفتتش معايا، ما فكتش كده من بعضها. قطع الجبنه هي زي ما هي، زي ما حطيناها في العلبه. حضريها بقى بالطريقه اللي انت بتحبيها. انا بحب احط عليها طماطم وشويه زيتون، شويه زيت، سواء بقى زيت زيتون، زيت نباتي، اللي انت عايزاه حطيه. انا بحب احط عليها الطماطم والزيت وشويه من الكمون، رشه من الكمون. بتحبي بقى تحطي عليها فلفل حطي، بتحبي تحطي عليها زيتون، احنا عملنا الجبنه اللي بالزيتون مع بعض وشفناها. انا بحبها كده. وساعات كمان والله ما بحط زيت، بتبقى خفيفه كده وجميله للسحور، ما بتحمش على الصدر. جربوا بقى الجبنه وقولوا لي ايه رايكم. وكل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.